الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله في السراء وفي الضراء، بشارة أبعثها إلى كل مريض، إلى كل مبتلى، إلى كل مهموم، إلى كل مديون، أن ما أصابك اليوم في الدنيا هو حظك من النار في يوم القيامة. جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض، فلما رأى الرجل المريض قال النبي له: أبشر. أبشر بماذا يا رسول الله؟ قال: أبشر فإن الله يقول في الحديث القدسي: هي ناري أسلطها على من أشاء من عبادي المؤمنين في الدنيا لتكون حظه من نار جهنم في الآخرة. يعني كأن الله كفر بهذا البلاء، بهذا المرض، بهذا الابتلاء، بهذا الكرب، بهذا الدين، كفر الله عنك الخطايا ونجاك من نار جهنم في يوم القيامة. فالحمد لله في السراء والحمد لله في الضراء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا رب.